السلام عليكم. اليوم نقدم لكم شوربة الغرب الجزائري، الشوربة الحمراء تاع الفيرميسيل بنكهة النعناع. المهم لا جربتوا هذه الشوربة ما غاديش كاع تستغناو عليها. المكونات بطبيعة الحال اللحم، الا ما كانش عندك ما كانش مشكل. انا دايره زوج، دايره الدجاج ودايره الخروف، ماشي لازم تكون قطعة كبيرة، ممكن غير قطعة صغيرة. جوا تاع حار، زوج حبات طوماطيش كبار، حبة بصل كبيرة مقطعة، حبة بطاطا صغيرة، كورجيت صغيرة ثاني مقطعة، حبة جزر كبيرة مقطعة، لي زيبيس، عندنا الملح، الحرور، الكركم وحبة تمر، طماطم المصبرة مغرف كبيرة، وبطبيعة الحال حاجات ما نستغناش عليهم في الشوربة، ان بوكي تاع كرافس وقزبر، هذا اللي نديروه مع الاول. البوكي زوج فيه غير القزبر وحده، هذا نديروه مع الاخير، وان بوكي صغير تاع نعناع. نبدا على بركه الله. خلوا القدره تحمى غير شويه باسكو تاع الطين جايين ديليكا بزاف، خلوها غير شويه تحمى. نرمو البصل، اللحم، نزيدو الطماطم كذلك فوقها، يعني نرمو كل شيء مع بعض. نزيدو لي زيبيس، نديرو البوكي هذا اللي درنا فيه الكرافس والقزبر، نكرفسوه شويتين هكا باش النكهه تاعو كاع تخرج. الطوماطيش ونضيف لها شويه زيت. الشوربه تبغي ليدام، قريب واحد 3 مغارف. خليتها واحد 20 دقيقه. خلاص راهي الخضره واللحم طلقوا كاع الماء تاعهم. دوك نزيد عليها الماء حامي، حتى نغطوا كاع الخضره تاعنا. شغل الخضره تولي تعوم في الماء. نحركوا شويه ونخلوها حتى الخضره كاع طيب، هي نمرقوها. خليت الخضره طابت هي واللحم وطحنتهم مليح. نخليها تغلي ونزيد لها لا فيرميسيل ونحرك. نقعد واحد دقيقه وانا نحرك فيها باش ما تعجنش. كيفاني اللي راهم نضربوا كيحمصوها قبل تحمصيها شويه، هيا من بعد ترميها. نخليها بعد 10 دقائق كي من هكا. نشوف لا فيرميسيل طابت صاي سي بون. دروك نزيد البوكي تاع القزبر والبوكي تاع النعناع، نخليهم يغلوا 5 دقائق مع بعض، ومن بعد نحطها في لي بول. قلعت لها، خليتها واحد 7 مينوت. قلعت لها داك البوكي تاع النعناع غير باش يطلق غير النسمه تاعو، والبوكي تاع القزبر، وزدت فيها الجواحر. هذاك الجواحر قليته وخليته مبلع ما حليتوش. واللي تخاف حنا نقولوا وليداتها ما يبغوش الحار ولا ما ديرهش، تحطها كوتي، اللي يبغي يزيده من بعد في الشوربه يزيده. وسربيتها بهذه الكيفيه. هنايا راني موجده شويه قزبر على جهه، كي نسربيها ندير شويه قزبر مع الاخير باش تجي النكهه تاعو باينه بزاف، وراه معها القارص. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وفي وصفه اخرى ان شاء الله.